بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم سهل وبسيط. وتعالوا نعمل حاجة ناكلها مع شاي العصاري. والنهاردة هنعمل كيكة البرتقال السهلة البسيطة. مكوناتها هتلاقيها عندك، انت هتفتحي كده التلاجة ودرج المطبخ وضلفة المطبخ قصدي، هتلاقي كل المكونات بتاعتها عندك، ويلا قومي اعمليها. كيكة البرتقال من أجمل أنواع الكيكات ومن أخفها وأسرعها وأسهلها. طالعة هشة وجميلة وريحتها في منتهى الجمال. وهنزينها بطريقة بسيطة جدا، ويا إما هتحطي عليها مربى برتقال، أو هتحطي عليها سكر بودرة بالتزيين بالطريقة اللي تريحك انت. تعالي نشوف المكونات بتاعتنا. معانا كوباية ونص بس دي. هنحط كل المكونات الجافة في الطبق، وهنحط كل المكونات التانية في الكبة بتاعتنا. كبة في الخلاط، تعمليها بالمضرب اليدوي، شغالة معاكي في كل حاجة، تديكي نفس النتيجة بإذن الله. كوباية ونص دقيق على ذرة الملح على كيس بيكنج باودر، نص كيس بيكنج باودر. وعندنا بقى في الكبة بيضة، ومعلقة صغيرة بشر برتقال، وعلبة زبادي، ومعلقة خل. معلقة الخل دي أو معلقة الكربوناتو ممتازة جدا في جميع المعجنات. وهنحط نص كوباية زيت. كل دول هيتضربوا مع بعض. أنا حطيت ربع كوباية صغيرة عصير برتقال، دي خلتها طرية كده وجميلة جدا جدا. كل ده هيتضرب مع بعض وموجود عندك في الكبة. وكوني في الوقت ده طبعا مولعة البوتاجاز الفرن بتاعك، ومظبطة الصينية اللي انت هتحطي فيها الحاجة بتاعتك. ويلا بينا هنخلط ده على ده، وكده يبقى احنا خلصنا. ما خدتش في عمايلها 7 دقايق، وهتبقى موجودة في الفرن لمدة تلت ساعة بالظبط على درجة حرارة 180 في الدرج كده الوسطاني. وهتطلع في منتهى الجمال، وقبل ما تطلع هتلاقي ريحتها مالية الدنيا. لو انت حابة بقى تقسمي العجينة نصين وتعملي كاكاو، النص التاني كاكاو، بتبقى برضو ممتازة جدا جدا. المعالق السيليكون دي اختراع الحقيقة. نزلي كل اللي فيها كده، ما تسيبيش فيها ولا تنتوفة. بنرج كده الصينية بتاعتنا ونطلع منها أي كمية هواء وندخلها الفرن، وهتطلع باللون الذهبي الجميل الرائع ده. هتسيبيها شوية وهتقلبيها. لو انت حابة تفردي عليها أي نوع مربى أو تسقيها أي حاجة، تخليها على الشكل ده. لو احنا هنرش عليها السكر، نقلبها تاني على الوش التاني بحرف أي مفرش جميل عندك كده. انت حابة النقشة بتاعته، هتبدأي ترشي السكر على الناحية دي، وتكملي بقى بقية الكحكاية. أو لو حابة نفس الشكل، هتنقلي المفرش على كذا، أو كنت تحطيه من النص. إنما أنا حبيت يبقى فيها كده الشكلين، وده يبقى بس كده من الجنب. لو وصلتي معايا لحد هنا، هقول لك اتفضلي اشربي معايا الشاي. وشكرا للمشاهدة، ونعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتنوريني بالاشتراك في القناة، وتكتبي تعليق جميل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.